السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وتعملوا لي لايك وتسيبوا لي كومنت. النهارده هنقدم لكم طريقة الكاسات الجيلي بالرمان. انا معايا هنا 3 كوبايات مية عادية من الحنفية، معايا باكوين جيلي طبعا اي نوع بقى، دريم، اي نوع، انا مبشرطش عليكم اي نوع معين، بس اهم حاجه اللي هو يكون بالفراوله عشان يليق مع الرمان. ده الرمان اللي انا مفرزاه معاكم، ده طبعا انا كنت مفرزاه السنه دي، طبعا زي ما فرزته معاكم السنه اللي فاتت هو حطيتش عليه سكر ولا حطيت عليه اي حاجه. ده من غير سكر، انا كنت عاملاه السنه اللي فاتت معاكم بالحبه بسكر، ده من غير. معايا بقى هنا حله، هنزل بكوبايه من الميه، هسخنها. يلا بينا بقى نحطها على النار وبعد كده ارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني يا حبايبي. هنا الميه بتاعتنا غليت، هنزل بالباكوين بتوع الجيلي. وهبدأ بقى اللي انا اقلب فيها لغاية اما الجيلاتين كله يدوب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. لازم الجيلاتين بتاعنا او الجيلي بتاعنا يدوب في المية عشان ما يخرصش معانا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا عايزاه اللي هو يبدأ يغلي اهو، هو كده بدأ غلي، هطفي عليه. يلا بينا بقى نحط له الكوبايتين التانيين بتوع الميه. ورجعت لكم تاني يا حبايبي، هنزل بقى بكوبايتين من الميه، وهبدأ بردك ان انا اقلب فيها شويه. انا هنا حطيت الرمان في الكاسات، انا مبرفعهوش تاني على النار. تمام كده. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. تمام، هصبه بقى في الكاسات وبعد كده ارجع لكم تاني. زي ما حضراتكم كده شايفين انا فضيت الجيلي في الكاسات على الرمان. هحطه بقى في التلاجة لمدة 4 ساعات، من 4 ساعات ل6 ساعات، وبعد كده ارجع لكم تاني في الشكل النهائي. وكده حبايبنا الشكل النهائي للجيلي بالرمان بتاعنا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وتعملوا لي لايك وتسيبوا لي كومنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.